اللي بتقلل ثقتك في نفسك وشايفاك دايما مش كفاية، اللي بتنتقد كل حاجة فيك وتقلل منك، شكلك ولبسك مش عاجبينها، شغلك مش كفاية، طموحك على قده، عمرها ما دعمتك في أي حاجة أنت عايز تعملها أو أي تغيير عايز تحققه. دايما شايفة سواء أنت عملت الحاجة أو عملت عكسها، ففي الحالتين أنت غلط أساسا. كل دورها في حياتك إن هي بتقلل ثقتك في نفسك حتة في حتة، وتقعد تكسر فيك وتكسر في طموحك، وانت ما بتبقاش فاهم هي بتعمل كده ليه. ولو حست ان انت متضايق بتبرر لك ده ان هي بتقول لك عيوبك، بدل ما الغريب هو اللي ينتقدك. انا بحبك وعايزه اشوفك في احسن شكل. الكلام ده ممكن يبقى منطقي او حقيقي لو هي علقت لك مره ولا اتنين، علقت لك على حاجه او حاجتين، لكن مش ده اسلوبها دايما. ودايما شايفه ان انت مش كويس، ودايما شايفه ان انت مش كفايه. طب طالما انت شايفه كده، رحت ارتبطتي بيه ليه لما هو كل حاجه فيه وحشه، وشايفه ان هو مش مكفيكي قدام الناس؟